سئل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رده في اتهام الغرب له على أنه دكتاتور ومهووس بالتسلح. كانت الإجابة أن حكى لهم حكاية بأن هناك عائلة تملك مزرعة كبيرة فيها من الخيول والأبقار والأغنام والخير الوفير، وكان في كل أسبوع يذهب الأب مع أولاده الكبار إلى سوق المدينة لبيع المحاصيل والعودة بالمال، وكانوا يتركون أحد الشباب يحرس المزرعة والبيت والنساء، والشباب كانوا جميعهم مدربين باحتراف على استخدام السلاح. وفي أحد الأيام اقترب من الشاب الحارس مجموعة من الرجال، أوقفهم بسلاحه على بعد مسافة منه، لكنهم لاطفوه بكلام معسول وأخبروه بأنهم مسالمين ولا يريدون إلا الخير له، لكنهم في الحقيقة عصابة متمرسة في النهب والسرقة والسطو. فأظهروا له ساعة يد فاخرة وجميلة أعجب بها الشاب وأبدى رغبته بامتلاكها. بعد أن جملوا وزينوا اللصوص سلعتهم سألهم عن الثمن، قالوا له بإمكانك امتلاكها مقابل البندقية التي تحملها. كاد الشاب أن يقبل بالعرض، لكنه فكر قليلا وقال لهم انتظروني ليوم آخر. حينها انصرفت العصابة بعد أن فشلت في محاولة الخداع. وفي المساء حين عاد الأب وبقية الأبناء أخبرهم بما جرى وحكى لهم عن فخامة تلك الساعة وجمالها. حينها قال له أبوه: طيب أعطهم سلاحك وخذ الساعة، وحين يهاجموك ويسرقون قطعان ماشيتك وينهبون مزرعتك ويغتصبون أمك وأخواتك، حينها انظر إلى ساعتك الجميلة متباهيا وأخبرهم كم تشير إلى الوقت. فهم الشاب المغزى وتمسك بسلاحه بقوة، وأدرك أن الاندفاع وراء الرغبات والعواطف يؤدي إلى الضياع والموت على يد أعدائه. هذه القصة تدفعنا للحديث عن ديمقراطية اليوم وحقوق الإنسان والحريات التي أغروا بها شعوبنا، والتي أدخلت على بلداننا مثل ساعة اللصوص اللي رادوا يبيعوها للشاب. الشاب الروسي رفض، ولكن أسفا لمن قبل بالساعة مقابل سلاحه، سلاح الذي يمثل الشرف والوطن، حتى يعرف مواقيت نهب وسلب واغتصاب بلاده.